الأهلي في خطابه اليوم لاتحاد الكورة: قراراتكم واختياراتكم لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون، وهناك انتهاك للوائح وتصريحات الحكام كارثية. والأهلي منزل جورنال، مش منزل يعني بوست أو منزل بيان، يعني ده مش بيان، ده 10 بيانات. طيب، ملخص بقى يا باشا الكلام ده كله على ايه؟ تعالى انا اقول لك. الاهلي ابتداها بدري بدري المرة دي، يعني قال لك ابتديها بدري بدري، وان انا اضغط على اتحاد الكورة والحكام من قبل حتى ما نلعب اول ماتش. وعمال يصيح على موسم اللي فات، وبيتكلم على الحكام بتاعت ماتش مش عارف سيراميكا وماتش مش عارف مين وبيتكلم على انتهاك اللوائح لأندية بعينها اللي هي طبعا الزمالك، بس مش هنقول كده وكده يعني. تمام. وبيتكلم ان هو عايز يشوف التطوير بتاع لجنة بتاع الاتحاد الكرة اللي قال عليه، وان ازاي يعينوا رئيس لجنة تحكيم هم ما كانوش عايزينه، او هم يعني شايفين ان هو كان مش كويس على قد كلامهم. طيب، اللي انا بقى عايز اقوله هنا، هو انا مش فاهم هو الاهلي عايز ايه بصراحة يعني. طيب، زي ما انت شايف كده اهو، يعني انا الاهلي بيبتدي الضغط بدري بدري، واسلوبه حرفيا من اسوأ الاساليب في التعامل في الضغط على الحكام، والضغط على اتحاد الكرة، والضغط على كل المنظومة حرفيا. الاهلي ده من، يعني فكرة ان انت تطلع بيان بالطريقه دي باللهجه دي، وبعدين انا مش فاهم. بيقول لك ايه؟ ولم يلتزم، يعني بص على كده، ويقول لك ولم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدوله، وايه مش وبيحصل على الموافقات. يعني بيقول لك ان الزمالك ما بيسددش مستحقات الدوله، بالرغم من كده بيجي له كل الموافقات. انا مش فاهم هو انت عايز ايه يعني عندك مشكله حلها. لان انت بتطلع كل ده علشان خسرت موسم. بقالك 4 مواسم تكسب بالدوري، مفيش حد ساعدك، خلاص كل المواسم او كل حاجه طلعت دلوقتي لما الزمالك خد الدوري السنه اللي فاتت، وهو في اسوأ حالاته. ما بتبصش على اختياراتك السيئه، ما بتبصش على ادارتك السيئه، ما بتبصش على كل الحاجات دي. ما بتبصش على ان بالنسبه ان انا اجيب لعيبه بملايين وبمليارات وبتفشل. ده مش فشل، هو ده اللي المفروض الصح، هو ده اصلا الخطاب اللي المفروض الناس بتتكلم بيه في الكوره، او المفروض ان هو ده الخطاب واللهجه اللي الناس تبدا تتكلم بيها. فبصراحه انا مش فاهم الاهلي لحد دلوقتي عايز ايه. يعني انا برضو لحد دلوقتي بحاول افهم هو الاهلي يا جماعه هنا عايز يقول ايه، او عايز يوصل لايه. فلو حد عارف الاهلي عايز يوصل ايه يا ريت يقول لنا. يعني ده اول حاجه. تعالى اوريك برضو البوست التاني، او الصفحه التانيه من الجورنال اللي الاهلي كاتبه. بص هنا بقى بيتكلم على ان في الخطاب قيام رئيس الاتحاد بتقديم اقتراح للكاف بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال، وعندما تلقى الرد بالرفض تكتم عليه لمدة أسبوع دون مبرر، اللهم إلا إذا كان انتظارا لتحديد الأندية الحاصلة على الرخصة الأفريقية، ووصف النادي التصريحات التي جاءت في الساعات الأخيرة من حكام الفار. ودخل على حكام الفار، أنا بس بتكلم على الحتة اللي فوق دي. هو أنت يا مش عايز تلعب أفريقيا عافية يعني؟ انا مش فاهم والله. هو الاهلي عايز يلعب افريقيا عافيه؟ يعني هو بالعافيه انا هروح العب في افريقيا؟ يا عم انت طالع التالت، ما تلعب في الكونفدراليه. اذا كان حاجه في زياده اصلا في الانديه فخلاص، دي حاجه هتبقى زياده، حاجه ما انت ما ينفعش اصلا تبقى قاعد مستنيها. ففكره ان انت بتقول لك اصلا ان انت قاعد مستني حته زياده عدد الانديه في دوري الابطال، انت قاعد مستني ليه؟ ما تلعب يا باشا الكونفدراليه وانت ساكت. انت راجل طالع مركز تالت، فالعب الكونفدراليه وانت ساكت. فانا بصراحه مش فاهم اصلا، مش فاهم. يعني حتى بيقول لك ايه وتمثل نقطه اللي هي بتاعه الحكم الفار. قال لك ايه؟ وجاءت في الساعات الاخيره على لسان كل من حكام الفار في مباراة سيراميكا والأهلي في المرحلة النهائية من بطولة الدوري الموسم الماضي، وعضو لجنة الحكام بأنها كارثية وتمثل نقطة سوداء. يا عم أنت عمال تهري في الموسم اللي فات، وأنا يا باشا خلاص راح أتكلم على الكورة بتاعت جهاد جريشة اللي ما شافهاش أصلا، ودي بالنسبة لي كارثة. في ماتش المقصة مش عارف 2000 وكام، واروح اتكلم على كرة كابتن حسن شحاتة اللي في 2060 1090
عشان خاطر برضو الحكم كان معداها، واوصفها بقى انها تصريحات كارثيه، واتكلم على سمير محمود عثمان لما طلع مش عارف فين، واعمل بيان اقول لهم ان دي كلها كارثيه، وان ديت بتضر بالنادي وبتضر بمصلحه النادي. فحاجه غريبه جدا بصراحه اللي احنا بقينا شايفينه دلوقتي. حاجه يعني بيان بصراحه بالنسبه لي هو بيان ما فيهوش غير بس ان انا عايز انزل بيان ايه، اضغط على الجماهير واضغط على الناس واضغط على الحكام واضغط على المنظومه واضغط على اي حد بيشتغل في الكوره، عشان يا باشا انا ابتدي الموسم الدنيا تبقى سهله معايا، ما اقعدش استنى بقى للاخر. عشان لو الدنيا ما ظبطتش معايا من الاول يا باشا، انا صارف ملايين، جايب 3 4 مهاجمين، وجايب مش عارف 3 4 مساكين وست خط نص وبتاع، والدنيا معايا جميله وزي الفل. فالمفروض ان انا بدات اهو من بدري قبل ما حتى قبل السيزون، عشان خاطر وانا باشا بحضر اقول لهم يا جماعه خلي بالكم ده الاهلي عنده مشاكل يا جماعه، خلي بالكم حدش يجي على الاهلي. يعني بصراحة حاجة بيان ما يقل ما يتقالش عليه غير ان هو بيان. انا بالنسبة لي هو بيان بيدل على ضعف النادي مش على قوته. احنا اكتر ناس كذلك عندها مشاكل طول عمرها مع التحكيم، واكتر ناس طول عمرها عندها مشاكل مع الاتحاد، واكتر ناس طول الوقت عندها مشاكل. الموضوع ما بقتش اشوف على فكرة الناس اللي كانت بتقول نظرية المؤامرة اتحولت من اللي هي موجودة في الزمالك، انا دلوقتي بقيت شايف نظرية المؤامرة عند الاهلاوية. واحنا كنا ساعات بنقول في ناس بقى احنا يعني حاسين ان احنا بنتضر وكده. طب والاهلاويه دلوقتي عندهم عايشين في نظريه المؤامره ولا عايشين في كوكب تاني؟ الموضوع بقى حرفيا مريب لدرجه غريبه جدا جدا جدا. دي اصلا مش مناخ كروي اصلا تعرف تلعب فيه. ما فيش حد بينزل بيان بالطريقه دي بالاسلوب ده بالحده دي يا باشا انت بتهاجم يا باشا، انا جامد على راي الكابتن سيد، انا جامد يا باشا، انا ههاجمك وبص وهعديك ومش هتعرف تعمل لي حاجه، وهتساعدني كمان. هأثر على الحكام قبل ما نبتدي، هأثر على اتحاد الكوره قبل ما نبتدي، قبل ما يحصل اي حاجه. يبقى انا ضاغط عليهم يا باشا على طول كده، مش مستني حاجه، انا هضغط على الناس، هضغط على المنظومه كلها. عشان اقول لك ايه، اصل الحكم مش احتساب ضربه جزاء في ماتش سيراميكا في الدور الثاني في اول ماتش الموسم اللي فات، ونقعد نرجع بقى للسنين اللي ورا، عشان خاطر الاهلي متضايق من ساعتها. الاهلي محروق عشان ما لعبش افريقيا، وما لعبش وهيلعب كونفدراليه، وما خدش دوري، وما خدش حاجه، ودافع ملايين ودافع مليارات، ولسه في دماغه، هي في دماغه مش راضيه تتشال من دماغه. مش هتتشال والله، ما هتتشال. الموسم ده هيفضل معلق في دماغ الاهلي لحد ما الكرة تنتهي، لان ما كانوش متوقعين، ما كانوش حاجه اصلا ما حدش كان يتوقعها، ولا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا اي حد. عشان كده بقول لك موسم اعجازي يا باشا، موسم اعجازي. ده الموسم اللي فات ده موسم اعجاز، موسم انجاز واعجاز، وموسم الزمالك خده كده اهو. والله، وحلني بقى لما ياخد دوري تاني بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. فخلينا نشوف بقى الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، والدوري هيبقى ماشي ازاي الفتره الجايه، وادينا مستنيين بنتفرج يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.